قبل ما نبداو فيديو اليوم راح نشكركم على التفاعل في اخر فيديو. كانت هذه هي احصائيات القناه. المقدمه راح تكون طويله لانه راح نوضحوا بعض الامور بخصوص المسابقه. فيديو اليوم راح نستعرضوا حسابات وصلت الى مستوى 100 يا شباب. قبل ما نبداو الفيديو ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناه، رانا قربنا على 2000 متابع. كاين ثلاث امور راح نحكيو فيهم اليوم قبل ما نبداو الفيديو خوتي. الامر الاول واللي هو تبع البثوث المباشره. قلت لكم باللي انا اعتزلت البثوث المباشره تبع فري فاير، لذلك يا شباب رجاء اذا لقيتني بث مباشر ما تجيش تكتب لي في التعليقات طباخ امتى تسحب طباخ، امتى تسحب يا شباب. مانيش باش نجاوب عليكم، لانه البث المباشر لما نعملوا تبع مباراة كرة القدم او اي بث مباشر راح نسويه يعني في المستقبل، مانيش باش نجاوب على اي سؤال يتعلق بفري فاير. قلت لكم باللي البثوث المباشره تبع فري فاير انا حاليا اعتزلت البثوث المباشره. ممكن بث في الاسبوع، بث في العشر ايام، بث في الشهر، ممكن في الكيك، ممكن في اليوتيوب بث واحد في الشهر، هذا عادي. اما البثوث اليوميه فانا اعتزلت البثوث المباشره. اذا جيت عندي وكتبت لي في التعليقات يا طباخ فري فاير مانيش باش نجاوب عليك. البارح عملت بث مباشر تبع مباراه الجزائر ضد باندا، باقيين تكتبوا لي في التعليقات يا شباب، مانيش باش نرجع عليكم في التعليقات. هذه حطها في بالك باللي انا عامل بث مباشر باش نكسب مشاهدات، باش نكسب متابعين، باش نقدروا اننا نوصلوا باذن الله ونرفعوا القناه. اوكي، هذه باش ما تبقاوش تكتبوا لي في التعليقات من النوع الجاي، لاني مانيش باش نرجع عليكم. هذا ما يعنيش اني نتكبر عليكم ولا هذا، ولكن هذا خوتي معناه انا راني نبحث على مشاهدات، نبحث على متابعين. فهمتوني كيفاش؟ ان شاء الله تكونوا فهمتوني. اني وضحت لكم هذا الامر الاول. الامر الثاني، ابتداء من اليوم ان شاء الله راح نولي نحط لكم كودات جواهر في الفيديوهات، يعني كل فيديو راح تلقاو كود ان شاء الله. اذا ما حطيت لكمش في فيديو تلقاو في فيديو. المهم راح نحاول اني نحط لكم في كل فيديو كود جواهر. الامر الثالث تبع المسابقه. قلت لكم يا شباب لما نوصلوا ل 2000 متابع الحمد لله كسبنا متابعين من البثوث المباشره، وقدرنا اننا نوصلوا الى 1940 متابع. قربنا على 2000. بمجرد اننا نوصلوا الى 2000 متابع راح نسحبوا مباشره على الحساب من الفيديو تبع استعراض الحساب، والسحب راح يكون عشوائي، وانا راح نعلن فيه في فيديو، في بداية فيديو. يعني في بداية فيديو لما نوصلوا، بمجرد اننا نوصلوا الى 2000 متابع راح نعلن عليه في بداية اي فيديو. نحط لكم الفائز ونتواصل معاه في الانستغرام، ولا نقول له هو يتواصل معي في الانستغرام. فيديو اليوم راح يكون استعراض لحسابات فري فاير وصلت الى مستوى 100 يا شباب. هذه الحسابات كاين حسابات تقريبا نادرة، حسابات اصحابها اعتزلوا، والله ما بعرف يا شباب. المهم يعني ما بحثتش، انا ما عملتش بحث غامق او عميق على هذه الحسابات. اوكي يلا بينا، راح نجيبوا اول حساب يا شباب ونشوفوا هذه الحسابات. حسابات وصلت الى مستوى 100. نبداو بسم الله. Oh اول man, حساب، I should have finished those deep fried chicken wings from last night. اول حساب يا شباب خلونا نجيبوا الاي دي. اوكي اول حساب يا شباب هو هذا الحساب. هذا الحساب كما راكم تشوفوا صاحب الحساب فاتح منذ 13 ساعة. يعني هذا صاحب الحساب تقريبا هو يعني مازال يستعمل الحساب، ماهوش معتزل او شيء من، يعني مازال يستعمل الحساب حاليا. الحساب فيه يعني حاجات عادية لحد الآن تقريبا من كيف وصل 100 يا شباب؟ شارت فرسان السيف تقريبا. الحساب مش قديم، يعني الحساب عادي، يعني مش قديم ياسر، حساب عادي جدا والله. حساب يعني مش عارف كيفاش هادو الناس راهم يوصلوا ليفل 100 يا شباب. والله بصراحة ما بدري، ما بعرف كيف وصل. انا والله بحسابي 87. تخيل بمجرد انك توصل الى المستوى 80، بمجرد انك توصل لمستوى 80 باش ترفع الحساب من 80 ل 81 تقريبا. شافي على روحي لعبت حوالي 6 أشهر باش رفعت المستوى من 83 ل 84. انا بلعب بالحساب يعني كنت نلعب كتير بالحساب، ولما اخرج بالحساب اخوي هيسوكا يدخل بالحساب مباشرة. يعني تقريبا الحساب ما يفرغش خلاص، يعني الحساب يبقى شغال. يعني
وهذا كل شيء يعني، وكل هذا وما قدرت اني ارفع الحساب لله ليفل 90. يعني الحساب تبعي اللي بعته ليفل 87. مش هذا الحساب الحالي، الحساب اللي بعته يعني الحساب الاول تبعي ليفل 87. يعني باش ترفع درجة صعيبة بزاف، يعني تجيب وقت كبير وايام طوال وشهور باش ترفع الحساب. يعني صعبة انك ترفع الحساب لما توصل 80 فما فوق. يلا خلونا نروحوا الى الحساب الثاني. تقريبا صاحب الحساب فاتح منذ يومين تقريبا، يعني لسه مازال بيلعب اللعبة تقريبا، مش معتزل. ريكاليا تقريبا يا شباب، هذا حساب تابع لشركة غارينا او لمطور من مطورين غارينا الاساطير. هذا الحساب على ما اعتقد، يعني بما انه فيه اف ريغاليا تبع حدث ريغاليا، حتى فيه الساكورا الذهبي. تقريبا الحساب هذا ممكن يكون تبع احد المطورين في شركة غارينا. عنده كم من لايك؟ عنده 45 ألف لايك، تقريبا نفس العدد تبع اللايكات تبعي في الحساب الأول. الحساب عادي يعني ما فيش حاجات، شعار البطولي وما شابه. كم لاعب من جيم في باتل رويال المصنف؟ كم لاعب؟ لاعب 20، انتصار 5، 52. معدل القتل 52. عدد القتلى، معدل القتل 3.47. يعني حساب عادي تقريبا، مش لاعب كتير. يعني هو اصلا مش لاعب كتير بالحساب. هذا الحساب باين عليه تاع مطور او مطور في شركة غارينا، يعني الحساب على ما اعتقد. هذا منذ فاتح اللعبة منذ 20 يوم يا شباب، فاتح اللعبة منذ 20 يوم تقريبا. يلا خلينا نفحصوا الحساب. الحساب عادي، الحساب فيه أسلحة متطورة عادي. من أي فيرت باس بادي؟ بادي من فيرت باس الإبادة التالية. يعني الفيرت باس فيرت باس يا شباب، فيرت باس 15 وقيلة أو 14 ما بعرف، يعني هيك. نشوفوه كم لاعب من جيم. نظرة عامة، نروحو سكور. هنا ما لعبش طول هذا خوتي، هذا ما لعبش، موش لاعب خلال هذه الفترة، مش لاعب تقريبا. الحساب عادي يعني، بصح والله تحير كيفاش راه موصلين ليفل 100. صعب يا شباب، والله صعب انك توصل لمستوى 100. صعب، لازم تلعب كتير، يعني تلعب كتير. ما بعرف يستعملوا جليتشات او ما بعرف، والله ما بعرف يا شباب. حساب اخر، المطور زويتن، منذ ساعة تقريبا. شديدي تيم، هذا في كلان شديدي او ماذا يعني؟ المطور زويتن. كل شيء ماكس عنده في الحساب. عنده بانر الشراكة، عنده الفي كيف تبع الشراكة. شديدي تيم، هذا مش حساب شديدي على ما اعتقد. يعني حساب شديدي ما واصل 100، حتى انه شديدي يعني ما يلعب كثير. كم لاعب من جيم؟ تفاصيل، روح الباتل رويال، لاعب 231. هذا بيلعب شوية يعني، حتى معدل القتل عالي. ما بعرف اذا كان هو حساب شديدي او والله ما بعرف يا شباب. يعني ما بحثتش في الامر كتير يعني، لكن حساب اسطوري صراحة. هذا حساب يعني يستاهل انه يوصل ليفل 100 صراحة. حساب اسطوري، حتى انه حساب شديدي من الفيرت باس تاني. خلونا نشوف. لا مو حساب شديدي هذا. نعم هذا من الهيب هوب، لكن شديدي شاح الهيب هوب. هذا من فيرت باس هيب هوب. هذا الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر.
شديد الشحن فيرست باسات الاوائل يعني من فيرست باس الهيب هوب يعني على ما اعتقد او الساكورا يعني.